مش ده اللي بيحصل؟ هو مش لمعظمنا عشان محكومش برضه، بس بيحصل. بس تعال نفكر فيها بالراحه. الشخص اللي انت بتتمنى له الاذى ده، نفترض حصل له اللي بتتمناه، انت استفدت ايه؟ هتقول لي حقي ورجع لي وانا حسيت براحه نفسيه. هقول لك طب ما تحس بالراحه النفسيه ديت سواء حصل له او ما حصلوش، وسيب الباقي على ربنا. حقك هيرجع لك صدقني. لو ما عملتش كده هتتنيك دايما عايش في حزن. وبالمناسبه ديت كان في شخص تاني اسمه بيست، وده كان عازف برضه في فرقه موسيقيه، وبسبب الغيره ما بينهم قرروا ان هم يستغنوا عنه، وطلبوا من مدير الفرقه ان هو يطرده. ولكن مدير الفرقه قرر ان هو يتكلم مع بيست وقال له ان الشباب في الفرقه مش عايزينك معاهم، فقرر ان هو يخرج من الفرقه ويمشي. وبعد فتره من الحزن دخل في حاله اكتئاب وقرر ينتحر، وقدرت امه انها تنقذه ويعدل رايه ويحاول ينتبه لحياته تاني. ولما عملوا معاه مقابله سنه 1944 سالوه انت ايه اللي حاسس بيه دلوقتي؟ فقال لهم ما كنتش احس بالسعاده دي دلوقتي لو كنت بقيت مع الفرقه، فالان انا اكثر سعاده. وده لانه اختار قيمه ومقياس مختلفين، اسره جميله وزواج وحياه مستقره، وكمل في عزف الدرامز وعمل البومات جديده، وقرر ان هو ينسى ان المفروض يبقى عنده شهره كبيره، ولكن باختياره ده اصبح اكثر سعاده.